السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي قوي، بجد هتعجبكم. يلا بينا الاول نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. انا جبت مانجتين بقشرهم. عاوزه القشر بتاعهم، بس يا ريت يكون القشر فاتح مش غامق. خلاص، قطعتهم كويس. وانا عايزه قطعتهم بقشرهم ليه؟ عشان انا عاوزه العصير تقيل، مش عاوزاه خفيف. خلاص، حطيت شويه سكر، السكر التحليه اللي انت عاوزاها براحتك خالص. خلاص كده ضربنا العصير. جبت فاكهة اللي جبتها تفاح وموز، انتي عاوزة تزودي فاكهة براحتك خالص. قطعت الكمية كلها مكعبات صغيرة، التفاح والموز قطعته شرايح، مفيش مشكلة في التقطيع. خلاص، حالة حلوة قوي، خفيف. بصي ما بتشبعش منه بجد. خلاص انا هقطع كل الكمية اللي عندنا اهو. الكمية اللي انتي عاوزاها بالمقدار اللي انتي عاوزاه، على عدد افراد اسرتك. زي ما انت شايفة كده. انا دول عملوا لي على قد افراد اسرتي، كل طبق محترم كده. طبق محترم كده لكل واحد فينا. بجد ما يتشبعش منه، حلو قوي 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 وخفيف بجد. خلاص هنقطع الموز بتاعنا. في ناس بتحب تحط فاكهة كتير قوي، لا براحتك، اللي انت عاوزاه حطيه. يعني انا كان عندي بس 3 تفاحات وشوية موز قطعتهم. عندك عنب، عندك كيوي، عندك برتقان، عندك كمثرى. بصي براحتك خالص الفاكهة. خلاص كده قطعتهم كلهم اهو زي ما انت شايفة. هنزل عليهم مقطعة برضو على جنب منجتين مكعبات، كلهم قد بعض. خلاص، يبقى انا قطعت مانجا مكعبات، تفاح مكعبات، والموز. هنزل عليهم بالعصير بتاعي اللي انا عملته. عشان كده بقولك انا عايزة العصير تقيل، مش عاوزة العصير خفيف. فالقشر هو اللي هيديني التقل اللي انا عاوزاه، بدل ما احط كمية مانجا كتيرة. خلاص كده هقلبهم كويس. انا عاوزة الفاكهة دي غرقانة في العصير، يعني مش كمية عصير قليلة، لا، زي ما انتي شايفة كده بالظبط. انا عاوزاها غرقانة كده، الفاكهة بتبظ من العصير. خلاص شايفة الشكل؟ هو يتاكل كده وحده برضو حلو قوي، يعني دي سلطة فواكه حلوة قوي. خلاص كده احطهم على جنب. هجيب بولة كمان احط فيها كوباية كريم شانتيه. ده كريم شانتيه خام من غير سكر. هزود له انا سكر. خلاص، كوبايه لبن ساقع قوي. دي كوبايه زبادي يوناني، ما عندكيش زبادي يوناني كوبايه زبادي عاديه خالص مفيش مشكله. هي الزبادي اليوناني بس عشان هي ايه، الطعم مختلف شويه عن الزبادي بتاعتنا. خلاص كده هزود انا سكر بودر طبعا، مش سكر حبيبات، عشان ما اقعدش ادوب كتير. حطيت سكر لان زي ما انا قلت لك الكريم شانتيه خام مفيهوش سكر، مش محلى يعني، فانا حليته. خلاص يبقى حطيت كوباية كريم شانتيه، كوباية لبن. انا عاوزة كريم شانتيه تقيل مش خفيف. هفضي كوباية الزبادي اليوناني. انا قلنا لو مفيش زبادي يوناني نحط زبادي عادي. خلاص كده ندخلهم في بعض اهو. بس كده انا عاوزاه بالتقل ده، اللي هو يطلع له ايه المنقار بتاعه. خلاص، انا بدوق الكريم شانتيه بشوفه محلي ولا لا. طلع سكره حلو قوي. بس كده نفضي نشيل المضرب. هجيب حاجة افضي الكريم شانتيه، انا عاوزة كيس افضيه فيه. خلاص، عشان يبقى سهل عليا وانا بفضيه في الاطباق. فجبت كوبايه كبيره شويه وفضيت فيها اهو زي ما انت شايفه. لا، وصفه طعمها حلو قوي قوي بجد. اهو فضي الكميه كلها بتاعتي اهو زي ما انت شايفه. نربط الكيس، نطلع الهواء ونربط الكيس بتاعنا اهو. هفتح فتحه صغيره كده من الجنب، احطه على جنب كده قدامي. هجيب البولات بتاعتي، انا البولات بتاعتي كبيره مش صغيره. انت بقى اطباق صغيره، كوبايات، كاسات صغيره، براحتك خالص التقديم. هفضي الفاكهه بتاعتي اللي انا عاملاها. شكل الفاكهه مع المانجا مع العصير المانجا مع بصي كلها حلوه بجد 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 يعني. تحط في التلاجة كده وكلي بألف هنا، بجد والله حلوة قوي.
اهو حطيت كل حاجة عندي. عندي كمان اطباق صغيرة كده اللي بتتقفل دي، شكلها حلو قوي، فقلت احطها لهم برضو كأني جايباها لهم من بره. خلاص كده خلصت، افضي عليهم الكريم شانتيه بالزبادي اليوناني اهو. براحتك، عاوزة تحطي كمية اللي انت عاوزاها اهو. لما بيسقع ويتحط في التلاجة طعمه فظيع بجد، تحفة. اهو افضي كل الكيس اللي عندي. خلاص كده عندي انا بسكوت بتاع الولاد، خدته اهو، ضربته كده بايدي الهون، فتفته. مش لازم يجيب حاجات كتير يعني. حطيت عليهم طعم البسكوت حلو قوي عليها برضو اهو. بسكوت بالشوكولاته، عندي بسكوت بالفانيليا كمان، اوريهولك دلوقتي. طعم البسكوت حلو قوي فيها كمان، جربوها. انا بقولك احنا بنقول لبعض افكار وبنستفيد مع بعض. بصي اهو، ده بسكوت بقى فانيليا كمان. شكلت لهم كده، يعني ما جبتش صوص شوكولاته ولا صوص كراميل، لا اللي عندي. هي الوصفه مش رخيصه، فما زودتش بقى على نفسي. خلاص كده حطيت البسكوت. عندي كمان شوكولاته اللي هي السايله دي، فضيتها على واحده كمان تغيير. وعندي مندولين، انا بحب المندولين جدا، فعندي باكوين مندولين برضو حطيتهم اهو. اي حاجه عندك حطيها، ما ترتبطيش يعني باللي هما بيعملوه في الوصفات، لا ما نزودش على نفسنا اهو. شايفه شكلها ازاي؟ قطعه مندولين كده على الوش، حطيها في التلاجة بقى وكله وبألف هنا، بجد تحفه. ناعمه كده وداخله جوا بعض، ولما بتسقع كمان يا جماعه فظيعه اهو. زي ما انت شايفه عامله ازاي، تخيلي بقى من جوه عامله ازاي، حلوه بجد اهو. فظيعة فظيعة، يعني بصوا حاجة كده ترطب على القلب في الجو ده اهي. العلب الصغيرة دي حلوة قوي اهو. زي ما انت شايفة، عايزة تحطي برضو انا اقولك التقديم براحتك خالص. خلاص كده خلصنا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، فعلا طعمها حلو. بصوا سكرها كمان حلو، كله داخل في بعضه، لا بجد جميلة. اتمنى الوصفة تعجبكم وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا ومع السلامة.